النجم المغربي حكيم زياش يتبرع بالملايين لفائدة فقراء وجمعيات خيرية مغربية، ويفاجئ المغاربة بتصريح قال فيه: أحرص دائما على تقديم المساعدات والتبرعات المالية في الخفاء حتى لا تفقد قيمتها. وفي التفاصيل تحدث الدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي عن المساعدات والتبرعات المالية الكبيرة التي يقدمها للفقراء ولجمعيات خيرية بالمغرب. حكيم زياش وفي حوار له مع مجلة فوغ الهولندية تعليقا على انتشار مجموعة من الأخبار التي تخص التبرعات التي يقدمها هذا اللاعب المغربي، أكد أنه يفضل القيام بها في الخفاء. وقال اللاعب أنه عندما يقدم مساعدات مالية أو يعطي تبرعات فهو يحرص دائما على أن يكون ذلك في الخفاء، معتبرا أنها تصبح بدون قيمة عندما تظهر للعلن. وتابع الدول المغربي قائلا: عندما تظهر المساعدات المالية للعلن تتلاشى قيمتها. وكانت مجموعة من التقارير الإعلامية قد تحدثت في أكثر من مرة عن تقديم زياش لتبرعات ومساعدات مادية دون أن يعلنها، على غرار تبرعه بمبلغ مالي مهم للفقراء في المغرب بعد مشاركته الماضية في كأس العالم بقطر. ويحرص حكيم زياش نجم المنتخب المغربي وتشيلسي الإنجليزي على التبرع للجمعيات الخيرية بقيمة المكافآت التي يحصل عليها بعد كل ظهور مع أسود الأطلس، بما فيها كأس العالم الماضي 2022 المقامة بقطر. وفي وجود زياش بلغ أسود الأطلس منتخب المغرب الدور نصف النهائي في كأس العالم 2022 في قطر. وذكرت صحيفة ذا صان البريطانية أن زياش لم يدخل إلى حسابه أي دولار من مشاركاته مع منتخب المغرب، حيث اعتاد التبرع بكامل المكافآت المالية للجمعية الخيرية بالمملكة. ونقلت الصحيفة البريطانية عن أن زياش صاحب 29 عاما لم يحتفظ بأي أموال منذ خوضه أول مباراة بقميص المغرب عام 2015. وأكدت الصحيفة البريطانية أن نجم تشيلسي تقاضى مكافأة وصلت إلى 162 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 300 ألف يورو، بعد وصول المغرب إلى المربع الذهبي في كأس العالم الماضية بقطر. وكان مصير هذه المكافآت المالية كسابقاتها، حيث دفع زياش كامل المبلغ للفقراء في المغرب وفق معلومات للصحيفة البريطانية. وإضافة إلى كل ذلك فإن نجم المغرب زياش يستأجر طائرة خاصة في كل مرة يتم فيها استدعاؤه لتمثيل منتخب المغرب، ويصطحب معه زملائه الموجودين في إنجلترا الذين تمت دعوتهم للمنتخب الوطني المغربي. نشكركم على حسن المتابعة.